من النهاردة مش هنصرف فلوس على المخلل، هنعمل مع بعض احلى مخلل خيار وجزر تحفة. واقولك ازاي يطلع معاكي مقرمش لحد اخر واحدة، وطعمه جميل وسهل وسريع وما بياخدش وقت خالص. لو الفيديو عجبكم ما تنسوش تشتركوا في قناتي اكله مع عنوش وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وطبعا اللايك والكومنت واي استفسار سيبوه في التعليقات وهرد عليكم. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. اول حاجه معايا كيلو من الخيار كده، بحب انقيه صغير، ولو في اصغر من كده كمان هاتوه، بيبقى طعمه حلو قوي احسن من الكبير. غسلته كده وسبته في مصفى يصفي كل ميته. وعندي هنا كيلو من الجزر غسلته برضو. وهبتدي ان انا بالمبشره بالقطعه اللي فوق دي، هبتدي ان انا اشيل القشره اللي بره دي، او ممكن بسكينه لو مش عندك مبشره. نشيل الطبقه الخفيفه اللي بتكون بره دي، واي حاجه كده مش مستحبه نشيلها. ونقطع الجزء اللي فوق. هنعمله كله كده بنفس الطريقه. بعد ما نخلص الكمية كلها كده، هنبتدي ان احنا نجيب الجزر ونعمله حلقات كده، بس نخليها سمك واحد. وممكن كمان باللي هي السكينة المشرشرة دي نقطعها، بتدينا شكل الجزر اللي هو بيجي من بره الجاهز ده. وممكن كمان نقطعه بالطول، اقطعوه بالشكل اللي انتوا تحبوه وتفضلوه. هنقطع الكمية كلها كده بنفس الطريقة. وقطعت شوية طويل كده. هنجيب بقى الخيار. هنبتدي لو في واحدة تخينة شوية هنقطعها كده 4/4. لو في واحدة رفيعة هنقطعها اللي هي 2 بس. بالشكل ده كان صغير قوي فقطعته كده 2. بدا طبعا بشيل الحتة اللي من تحت دي. عندي بقى الفلفل بفتحه كده فتحة. بس كده خلصت الكمية كلها. عندي هنا البرطمان اللي هعمل فيه غسلاه ومعقماه بالمية المغلية وسايباه ينشف تماما. وهبتدي ان انا كده اضيف الجزر الاول. هبتدي ان انا اضيف شوية من الجزر وشوية من الخيار، وفي النص كده قرن فلفل، وابتدي ان انا اضيف برضو الجزر والخيار. وفي الاخر خالص خلصت الكمية كلها على الوش كده قرن فلفل. هنا بقى الخلطة اللي هنسقيه بيها. عندي هنا مية سبتها تغلي وخليتها تبرد تماما. هضيف فيها كده معلقة كبيرة من الفلفل الاحمر المفروم، وفنجان صغير من الخل، ومعلقة كبيرة، وهنضيف معلقة من السكر. دي بيخليه مقرمش وما يطراش منك ابدا. ونقلب. وهبتدي ان انا اضيف للملح. معايا هنا 6 معالق كبار من الملح. لكل لتر من المية هنضيف 6 معالق كبار من الملح، كده ملحه مظبوط وتمام. هنقلب بقى. وهنا هنضيف الليمون. انا ضفت 3 ليمونات لحد ما نعصر كمية الليمون كلها. طبعا يا حبايبي ما تنسوش اللايك والكومنت عشان الفيديو يوصل لاكبر عدد ممكن. هنضيف الكمية كلها كده من الليمون. وعندي هنا كده اكتر من 10 فصوص من الثوم. بحطه صحيح كده ما بفرموش ولا اي حاجة، وربع معلقة صغيرة من الشطة. كده الخلطة تمام معايا، مش هضيف اي حاجة تانية. هنبتدي بقى ان احنا ننزل بيها على المخلل بتاعنا. نخلي المية كده لحد اخر المخلل، تغطي المخلل كويس جدا. وهنضيف كده كام ورقة لوري. والسر هنا في ورقة اللوري دون بيكون مادة حافظة للمخلل بتاعنا ان هو ما يعملش اي ريم على الوش. هنقفل بقى البرطمان بكيس كده، ونبتدي ان احنا نقفل بالغطا كويس جدا عشان ما يدخلوش اي هوا. ونسيبه بقى بره كده لحد 3 ايام 4 ايام، وهتاكلي احلى خيار مخلل وجزر تحفة. طعمه جميل جدا، هيعجبكم قوي. جربوا الطريقة دي. شايفين اول ما فتحت عليه مفيش اي ريم على الوش، ده بسبب الورق اللوري اللي احنا حطيناه. مستوي كويس جدا معايا، ولا اتهرى ولا اي حاجة. اهم حاجة لما نفتح عليه ونبتدي ان احنا ناكل منه ندخله التلاجة
مش هيتهري ولا اي حاجة لحد اخر واحدة هتاكليها وتكون بتقرمش معاكي وتحفة. اتمنى تجربوه وتقولولي ايه رأيكم، مستنيه رأيكم في التعليقات.